ازيك حبيبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كيك سفنجي للتورت والجاتوهات بطريقه سهله وبسيطه. وكمان لو ما عندكيش ميزان ولا حاجه هقولك تعايري ازاي بالمعلقه. كل معلقه هتديكي كام جرام. بصوا. مبدئيا كده انا عندي مشكله في الفرن. فممكن الكيكه معايا تهبط. انا عندي العجان وكل حاجه، بس ممكن الكيكه تهبط عشان الفرن عندي غاز وبتعلى وتوطى لوحديها. فجبت محسن الجل، لان ده بيمنع ان الكيكه تهبط لوحديها، وبيمنع ان انت تفصلي بقى الصفار عن البياض، ولازم الحاجه تبقى هشه وتقلبي بالراحه. لا، بتحطي كل المكونات مع بعض وبتحطي بقى المحسن الجل، فبيديكي نتيجه حلوه. يعني لو انت مثلا، انا ما بستخدموش كتير، انا اول مره اجيبه واستخدمه، بس لازم تجيبوا نوع كويس عشان ما يبقاش فيه الماده اللي مش حلوه دي اللي بيقولوا عليها. انا مش عارفه بصراحه هي اسمها ايه، فلو تعرفوا اكتبوا لي في الكومنتات. بصوا بقى، انا عندي الميزان. جيت عايرت بيه الدقيق، وعايرت بيه نص السكر. السكر انا بعينها، انا عايزه 200 مللي من الدقيق، 200 جرام من السكر. فعاير معايا، بحط كده في الكوبايه لحد 100 جرام، بعد كده راح فصل. قمت عملت ايه بقى؟ لا، جبت بقى الدقيق عايرته بالمعلقه، وال100 جرام بتاعه السكر دول عايرتهم بالمعلقه، وعرفت جابوا قد ايه، ورحت حطيت قديهم تاني عشان هو كده نص الكميه. تمام. فانا هقول لكم المقادير. عايزه قد ايه؟ عايزه 250 جرام من الدقيق. عملته بالمعلقه، وتكون هرميه كده يا جماعه، معلقه الرز دي او معلقه الاكل تكون هرميه بالشكل ده، يعني دي يكون مش مكبوس، يكون منخول كده او هاشش عادي، تقلبيه شويه وتاخدي كده بالمعلقه هرميه. تاخدي 12 معلقه هيدوكي 250 جرام من الدقيق. هتقولي لي الدقيق ده كتير؟ لا والله، طلع معايا كيكه حلوه جدا. يعني كانت حلوه بصراحه. عايزه كمان من النشا، 30 جرام من النشا. وزنته برضو، وطلع معايا معلقتين كبار، بس كمان الهرم بتاعهم اكبر من الدقيق. تمام، يعني هدوكي هرم كده اكبر من الدقيق، عشان النشا بيبقى اخف كمان من الدقيق. فتاخدي كده معلقتين هرميتين كده اكبر من الدقيق شويه، هيدوكي نتيجه حلوه، هيدوكي ال 30 جرام. السكر بقى 100 ملي، 100 جرام قصدي، ادوني 5 معالق. فانا عايزه 200 جرام، يعني 10 معالق كبار. طبعا السكر مش بيبقى هرمي، هيبقى هرمي لو انت عامله سكر بودر، سكر بودره يعني. لكن انا بالمعلقه الكبيره برضو عايرت كده، ادوني 10 معالق. تمام. وبالمعلقه الصغيره هناخد معلقه محسن جل، ومعلقه بيكنج باودر طبعا، ورشه الفانيليا، ورشه الملح بتاعت كل المعجنات، رشه بسيطه خالص كده من الملح والفانيليا، نقطتين كده، او نص معلقه صغيره. طبعا في محسن جل وفي عجان، يبقى هنحط كل المكونات مع بعض. طالما في محسن جل، كل الحاجات مع بعض، وهنضربهم لحد ما يعمل معايا قوام وفوليوم كده، والخليط يفتح. انا حسيت كمان ان الخليط ما فتحش معايا قوي، مش عارفه ليه، يعني حسيته برضو لا، قاعد مصفر كده يعني. مش عارفه هل هو كان محتاج ان هو يتضرب اكتر، ولا هو مش واصل للعجان كويس، العجان مش واصل لكميه العجين دي، او لكميه الكيك ده. مش عارفه بصراحه ايه النتيجه. آه، لان انا لما بعمل الكريمه في العجان بيخفق كويس جدا، لكن مع الكيكه مش عارفه، عشان الكيكه المقادير بتاعتها واصله لتحت خالص. فتقريبا يعني يعني كانت عايزه مضرب كهرباء. بس طلعت معايا النتيجه حلوه الحمد لله، والحمد لله كانت مضمونه وحلوه جدا جدا. بصوا بقى، محسن الجيلي ده انا حفظته كده بمشبك عشان امنع منه الهواء، وحطيته في باب التلاجة. لو كده صح قولولي، لو غلط ولازم يتحط في الفريزر برضو قولولي، اكتبولي كده في التعليقات ولا حاجة، علشان انا اول مرة استخدمه بصراحة. حطيت بقى كل المكونات، وهسيبهم بقى ايه ياخدوا ويضربوا كده مع بعض لحد ما يديني بقى قوام سبونج كده وهش كده، ويبقى حلو. هنركب بقى الآلة بتاعة الخفق دي، ونقلب كده. ما ننساش بقى، بصوا المكونات كلها، بصوا في الحرف الصغير اللي من تحت خالص بتاع المضرب. مش عارفة بقى هو كده، هل ده عشان العجان كبير ولا في حاجة غلط؟ مش عارفة. كان المفروض اضرب البيض لوحده يعني الاول مثلا، وبعد كده احط باقي المكونات، ولا ايه؟ بس يعني انا اعرف ان طالما في محسن جل بتحطي كل المكونات مع بعض عادي. هي ادتني نتيجة حلوة بصراحة، بس مش عارف، انا كنت مستنية ان الحاجة تبقى اهش من كده،
شويه، كنت طماعه يعني عايزه حاجه تكبر شويه كده، مش عارفه يعني بصراحه. كان عندي تخيلات كده غريبه ان الكيكه هتوصل كده لنص العجان، مش فاهمه ايه اللي حصل، بس طلعت حلو الحمد لله. اهم حاجه ان انت تحطي ورق زبده في الصينيه، لو الصينيه واطيه. انا عندي صينيه دي اللي بقلي فيها، فحطيت بقى فيها الكيك، لان انا ما بعملش كيك مدور كتير. انا دايما بعمل في الكيك في الصواني بتاعه البشاميل الكبيره، آه، عشان بعملها اللي هي الكيكه بتاعه الصوص دي، بتاعه صوص الشوكولاته والكريمه وال والتانية التريليتشي والحاجات دي، والبتاعة المكسرات، فبعملها اللي هي الكبيرة خالص دي. يعني بتاخد معايا كمية حلوة وبتبقى على قدنا يعني حلوة يعني، مش بعمل اللي هي الحاجات الصغيرة دي. فدي بعملها للتورت بس، يعني التورتة، ومش بعمل على طول تورت غير في المناسبات. بس عايزه اقول لكم النتيجه كانت تحفه تحفه تحفه، يعني اعمليها وعلى ضمانتي. طبعا لازم الصينيه لو واطيه تحطي ورق الزبده كده يكون عالي عشان يمسك معاكي الكيكه، ما يخليهاش تكبر من بره او تهبط وتعلى براحتها، تبقى في حاجه ماسكاها من الاحرف وتديكي بقى هشاشان وعلو. عايزه اقول لك بقى الخطوه دي مهمه جدا، بتطلع لك اي فقاعات او اي حاجه، بتخلي وش الكيكه كده متساوي. اه بصوا، انا يعني انا دايما بشوف ان اللي بيعملوا سبونج بتبقى بيفضلوا يقلبوا فيها كده، ويقول لك الرسمه اللي هتفضل فيها لازم تساوي عشان الرسمه اللي هتفضل فيها هتثبت. انا بصراحه ما كانش عنديها رسمه اصلا يعني، مفيش رسم، بس حلو والله عجبتني. يعني عجبتني جدا جدا جدا، كانت تحفه. وكل اللي دقها، عايز اقول لكم كل اللي دقها قال احلى من الجاهزه بكتير جدا. تخيلوا بقى، دي اللي انا مش راضيه عنها كانت احسن من الجاهزه. امال بقى لو عملت بقى اللي في دماغي وطلعت بقى حلوه، انا بصوا كانت مصفره شويه وناشفه شويتين، علشان خاطر انا بقول لكم خدت معايا في الفرن ساعه وربع. ساعه وربع عشان الفرن عندي مش مظبوطه، الفرن بتوطى وبتعلى. فتخيلوا بقى لو الفرن مظبوطه كانت هتطلع ايه، كانت هتطلع حاجه فوق الخيال. ف يعني جربي المكونات دي، لو انت عندك الفرن مظبوطه جربيها وعلى ضمانتي انا هتطلع حلوه جدا جدا. بصوا عايزه اقول لكم المنشار ده هتجيب معايا 4 طبقات باللي هي المنشار. انا المنشار من ساعه اشتريته بنفس المقاس بتاعه، وهقطع بيه، ولا رفعته ولا نزلته. بس عايزه اقول لكم حاجه، المنشار الزجزاج بتاعه مش يمين وشمال، لا ده فوق وتحت. هل هو فوق وتحت هيقطع معايا؟ انا بالعافيه قطع، يعني ما مشيش معايا في الكيكه حلو. هل هو كده فعلا سليم وكويس، ولا محتاج ان انا افكه بقى واتني الزجزاج ده اخليه للجنب؟ لان انا متهيألي كده يعني ان هو لو الزجزاج للجنب هو اللي هيقطع كويس معايا. المهم نرجع بقى لمرجعنا للتورته الجميله بتاعتنا. بعد ما طلعت من الفرن كانت ناشفه، سبتها نص ساعه تبرد، وبعد كده غلفتها بالرول ستريتش، او تحطيها في كيس او اي حاجه. بصوا جابت معايا 9.5 سنتي من الجزء الواطي، والناحيه التانية جابت معايا 10.5 سنتي. يعني هتجيب معايا 10 سنتي مرتاح جدا من غير الوش اللي فوق. وهتجيب معايا 4 طبقات، وكل طبقه 2.5 سنتي، يعني حلوه عاليه، مش واطيه، مش خفيفه قوي. زي ما بقول لكم المنشار الزجزاج لفوق مش للجنب. وانا بتهيألي يعني ان هو لو للجنب هيقطع اسرع ويقطع حلو، المفروض ان هو يبقى للجنب تقريبا. فقولوا لي كده في التعليقات هل هو فعلا بيبقى للجنب؟ يعني لو للجنب افكه واتني الحديده دي للمنشار اخليه للجنب، لان هو معمول لفوق، فانا مش عارفه ايه الفايده لفوق. اسمعوا الصوت، اسمعوا بقى الصوت. بترجع تاني. انا سكت علشان اسمعكم الصوت، عشان كنت بتعمل تش تش وترجع تاني. طول ما هي بتعمل الصوت ده يبقى هي فيها نسبة هشاشة حلو، وطول ما هي بترجع تاني تبقى هي مستوية كويس جدا. اي مخبوزات تدوسي عليها ترجع تاني تبقى هي حلوة. بس خلي بالنا ان الكيك الاسفنجي هو سخن ما تدوسيش عليه عشان ممكن يهبط وما يرجعش تاني، لانه بيبقى اسفنجي وهو سخن. لكن عندما برد، عشان كده بنقول اي كيكه اسفنجيه سيبيها خالص، وتاني يوم ابداي قطعيها واشتغلي فيها. بس انا بصراحه سبتها يدوب 3 ساعات، لان انا كنت عايزاها في نفس اليوم. كنت هعملها في نفس اليوم،
عايزه اقول لكم ان عملتها بلون غريب جدا جدا يعني. هعمله لكم كده في فيديو تاني. التزيين بتاعها كان تحفه. بس مش عايزه حد يضحك عليا ولا حاجه يعني. بصوا، هو ده طلب حد معين يعني. التورته اللون ده طلب حد معين، فانا ما بحبش اكسف حد. فما تتريقوش بقى عليا، وادخلوا شوفوا بقى اللون اللي انا هعمله بقى في الفيديو الجاي كده ان شاء الله. هعمل لكم تزيين لوحده. وهقول لكم كمان عملت اكل ايه كمان مع اليوم ده. آه يا جماعه معلش. انا لما بفتح الشباك عشان الاضاءه بس تبقى كويسه، ف بيدخل دبان كتير بصراحه. بصوا انا قطعتها اهو. مرضيش الاول يقطع الوش، رحت قطعت بسكينه، وعلشان اقطع الوش بنفس المنشار عشان يبقى نفس كل سمك بتاع الشرايح معايا، تبقى بنفس السمك وتديني نتيجه حلوه. بصوا اهو قطعنا الناحيه التانية. هنا بقى هتبقى سهله شويه. المنشار ده طلع عيني بجد يعني، بجد. بس برضو عملنا التورته وطلعت حلوه وجميله وتمام فل الفل. عايزه اقول لكم اتفرجوا عليها الفيديو الجاي، هتفطسوا من الضحك يعني. مش عارفه بصراحه. عايزه اقول لكم ان هي كمان كانت بتتاكل كده حاف، وكانت هتخلص من قبل ما ازينها يعني. مسكتها بالعافيه. بصوا بقى، انا قلت لكم على شويه معلومات بالنسبه للميزان وللمعايير، وبالنسبه كمان للفرن. بصوا اصفرت معايا من جوه. هي المفروض تبقى ابيض من كده بكتير جدا جدا، بس زي ما انا قلت لكم عشان انا عندي عيب بس في الفرن. شوفي بقى انت العيب اللي عندك ايه وصلحيه واعمليه، وما توقفيش نفسك على حاجه. جابت معايا اهو 4 طبقات بالشكل ده، حلوين جدا. والكيكه كانت طريه جدا جدا وتحفه. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها وكل حاجه تحفه. وده كان الفيديو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم واكون خفيفه على قلبكم وتستفادوا ولو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.